صحيت من النوم مكسله ومش عايزه اعمل غدا، ولقيت عندي لفه جلاش ونص كيلو لحمه. قلت اعمل بقى صينيه جلاش باللحمه على شكل بيتزا، يعني وانتوا بتاكلوها هتحسوا انها بيتزا قوي في نفسها. يلا بينا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجه هجيب طاسه فيها معلقه سمنه ومعلقه زيت، وهنزل عليها ببصله وهنقلب، واول ما يدبل هنزل عليها باللحمه المفرومه. انا معايا 500 جرام، هي مجمده شويه بس هتفك واحده واحده. وكده بقت تمام معايا اهي. وبعد كده هنزل عليها بالطماطم والفلفل الرومي، وبعدين هنقلب، وبعد كده هضيف عليها الملح والفلفل الاسود والسبع بهارات. وطبعا دي اختياري، اهم حاجه معايا الملح والفلفل الاسود. وبس كده، وهقلب كل الكلام ده مع بعض. طبعا البهارات السبعة دي بتدي نكهة حلوة جدا، بس لو مش متاحة عادي جدا نستغنى عنها. هنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعض، واخر حاجة بضيفها معلقة كبيرة كاتشب. وبس كده، دي بقى بتنقل طعمها في حتة تانية خالص. وبس كده العصاج بقى جاهز.